أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم أبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي حلقة أسئلتكم والإجابات عليها إن شاء الله. نسأل الله التوفيق والسداد والصواب من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول كان من الحلقة الماضية، تركنا بعض الأسئلة عشان الصوت. فالسؤال الأول: هل صلاة الاستخارة قبل النوم فقط؟ وهل تأتيني الإجابة في المنام أم أن هناك طرق أخرى؟ أولا، صلاة الاستخارة يجوز أن تصليها في أي وقت من الأوقات المسموح بها في الصلاة، ليس في أوقات الكراهة. هذا هو الأمر الأول. أوقات الكراهة اللي هي من بعد صلاة الصبح إلى شروق الشمس، وعند الزوال، وقبل غروب الشمس، يعني بعد اصفرار الشمس، ما بعد العصر إلى المغرب. صلاة الاستخارة أنك تصلي ركعتين وتدعو هذا الدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وتذكر الأمر نفسه: زواج من فلانة، شراء بيت، بيع سيارة، شراء قطعة أرض، بهذا المنطق، خطبة بنت فلان لابنك مثلا. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ثم يسره علي أو يسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، تذكره أيضا، شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير أينما كان إنك على كل شيء قدير. اللي مش حافظ هذا الدعاء إلى أن يحفظه يقول: اللهم خير لي واختار لي. وبعدين لا علاقة للمسألة أن لازم يكون قبل النوم، لا، في أي وقت، ممكن في أي وقت. هذا الدعاء يقال حتى من غير صلاة. ولكن الطريقة المثالية الركعتين الفاتحة والكافرون، ثم الركعة الثانية الفاتحة والإخلاص. أما أن يجي لك رؤيا ليس شرطا. أما إذا جاءت رؤيا واضحة المعالم واضحة التفسير مبينة لنفسها، خير وبركة، هذا رزق. لكن هل هناك رؤيا مرتبطة بصلاة الاستخارة؟ طبعا لا. هذا والله أعلم. طيب، هي ايه الراحة النفسية؟ مسألة أن أنت بعد أن صليت صلاة الاستخارة وعملت بالسنة هذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد كده تبدأ في الترتيب العقلي. يعني الترتيب العقلي دراسة الأسباب وزي دراسة الجدوى، إيه الإيجابيات، إيه السلبيات، إيه اللي يترتب على هذا. تستشير وتستنير من آراء الآخرين ورأي الخبراء، وبعدين إن شاء الله إذا عزمت فتوكل على الله. طيب، هل لي سيئات إذا كانت تخيلاتي الفاسدة مع امرأة عفيفة؟ يا رجل اتق الله، يعني هي امرأة عفيفة وانت ليك فيها تخيلات فاسدة يعني هي أفضل منك طبعا وأفضل مني، يعني طب ليه كده؟ يعني المهم، يعني أتمنى إن شاء الله رب العالمين أن الإنسان بإذن الله الإنسان لا يحاسب على خواطره حقيقة. يقول أهل العلم، وأنا مع هذا الرأي، يعني أن الإنسان لا يحاسب على هذا طالما أن كل هذا في المخيلة ولم يترتب هذا إلى فعل. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني الفعل الجارحة. يعني العين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزنها الكلام، اليد تزني وزنها اللمس، ويصدق على هذا أو يكذبه الفرج. فالقضية طالما أن دون هذا، فإن شاء الله هذه الخواطر إن شاء الله لا تحاسب عليها. وعندما تذكر هذه الخواطر استعذ بالله من الشيطان الرجيم. هل من مات في حريق أو حادث هل هو لم يقل الأدعية التي تحميه من الشر في ذلك اليوم؟ والله وارد، قد يكون تعطلت الأسباب لتجري الأسباب بأمر الله سبحانه وتعالى، هذا مثلا قضاء مبرم وليس قضاء معلقا، فقد حدث هذا الأمر. والإنسان سبحان الله عليه أن يذكر نفسه، وإذا واذكر ربك إذا نسيت. فالإنسان يعني دائما على ذكر، دعاء الخروج، دعاء أن يحفظ نفسه، يحصن نفسه من الشر ومن شياطين الإنس والجن بالأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يأجوج ومأجوج بشر أم مخلوقات أخرى؟ والله لأنها من عالم الغيب فنحن نتوقف.
وهي علامة من علامات الساعة الكبرى الستة المعروفة، اللي هي طلوع الشمس من مغربها، وبعدين الدابة، وبعدين الدخان، وبعدين يأجوج ومأجوج، والمسيح الدجال، ونزول سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كل هذه العلامات الستة هي أحدهم. أما أنهم يعني بشر أو كائنات أخرى، أو أنهم يعيشون الآن أم لا يعيشون، هم موجودين. وإذا هدم السد الله أعلم أين هو أيضا. كل دي اللي بيكتشفوا كل شوية، احنا لقينا السد اللي بناه ذي القرنين وإلى آخره. فكل هذا من باب يعني الاجتهاد العلمي. لكن الحقائق أن يأجوج ومأجوج نحن لأننا ما رأيناهم، فكل الوارد عنهم إذا ثبت في الحديث الصحيح فنحن نصدق به، وإن لم يثبت إلا من كلام الاجتهاد العلماء فكل عالم يخطئ ويصيب وكلنا خطأون. نسأل الله أن يثبتنا عند ظهور علامات الساعة الكبرى إذا ظهرت ونحن على قيد الحياة. طيب، هل يجوز للفتاة أن تذهب للصبي وتقول له إنها معجبة به؟ يا حلاوة والله، يعني ده كده انتكاس الفطرة وقلب الموازين. نزعنا منها الحياء وشلنا منها يعني الجدار الذي يحمي عفة الأنثى وحياءها. والمرأة العربية المسلمة مطلوبة لا طالبة، يعني هي يطرق عليها الباب، وبعدين الأب والأم أو ولي الأمر يشوف القضية. أما هي تروح لا، يعني ورد عند بعض أهل العلم أن المرأة الصالحة تخطب لنفسها الرجل الصالح، كما فعلت نفيسة صديقة أمنا خديجة رضي الله عنها عندما أبلغت النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فهذه المرأة الصالحة تخطب لنفسها الرجل الصالح. دي عند إيه؟ عند الرشد وكمال الرشد. أما بنت 18-20 سنة تروح تقول للولد والله أنا معجبة بشكلك وبشعرك الجميل وعينيك الحلوة، وبعدين إن شاء الله يلا تعالى أخطبك، ولا أروح أقول لعمي يعني أنا أتقدم لأخذ إيد ابنك. يعني كلام يعني لا، يعني لا هذا لا يجوز. هل يجوز وضع شجرة كريسماس في محل يأتي إليه الناس من جنسيات وديانات مختلفة؟ طبعا لا يجوز. لا نريد أن نتشبه بغيرنا، نحن لنا هوية محددة. أنت لو سألت صاحب شجرة الكريسماس هو إيه الأصل، إيه الموضوع، إيه القصة، هو مسألة تجارية بحتة، حولت إلى تجارة بحتة، وأنت لا تتشبه بقوم. وبعدين والرزق هو الله. يعني أنت لو حطيت شجرة الكريسماس يأتيك الرزق، ولو ما وضعت شجرة الكريسماس يمتنع عنك الرزق. ليه؟ هو الكريسماس ده عبد الرزاق؟ لا، يعني أنا أرى والله أعلم خلينا هوية واضحة. لا نريد أن نمحو هويتنا تماما، لأن تنبحي خطوة خطوة. لو دخلوا جحر ضب لدخلناه خلفهم، يعني مش معقول. ونحن ننتظر يوم القيامة في القبر، بماذا نشعر أو نفعل أو نفكر؟ لا، إحنا لا نفعل ولا نفكر، ولكن الموت بإيجاز وليس انتهاء الحياة. لا، يقول لك رحل إلى عالم النهاية. مش عالم نهاية، هو نوع من حياة أخرى ليس فيها كلام، ليس فيها طعام، ليس فيها شراب، ليس فيها حركة، ليس فيها عمل، وإنما يرى مقعده من الجنة أو من النار. زي بالضبط ضربنا المثل، المتفوق منتظر خلف الكواليس أن تنفرج ستارة المسرح ليصعد ليأخذ من المسؤول أو الكبير أو الرئيس أو الوزير إجازة تفوق أو الجائزة. الآخر والعياذ بالله في غرفة في الزنزانة ينتظر أن يأخذوه إلى الإعدام. فده منتظر هذا وده منتظر ذاك. هذا بالتشبيه السريع يعني. بارك الله فيك. بس بيفكر في ايه طيب؟ لا، هو ينقطع التفكير، هو عالم آخر، عالم البرزخ وعالم غيب، ونحن لا نسبر غوره. يعني نحن لا ندرك إلا ما جاء في القرآن، ما فهمناه من كتاب الله، وما وضح من السنة الصحيحة والأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعالم البرزخ يعذبان يوم يعذبان في كبير، يعني إذن في عذاب.
كان احدهما لا يستبرئ من بوله وكان الاخر يمشي بالنميمه بين الناس. لو رايته رايت قبره وقد اشتعل عليه نارا. ليه يا رسول الله؟ لماذا؟ انه غل شمله بدون وجه حقها. يعني اخذ شال او كوفيه بدون ان يستاذن النبي في الغنيمه. السور القرآنية مرتبة على أي أساس؟ ومن رتبها؟ هذه توقيفية. يعني إيه توقيفية؟ يعني مرتبة بأمر من الله لجبريل ونقل جبريل هذا الأمر، وهو أمين وحي السماء ورئيس الملائكة ومبلغ القرآن والوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للرسول عليه الصلاة والسلام. ضع هذه الآية لأنه نزل منجما، يعني مفرقا. يعني مش مثلا سورة البقرة نزلت من الآية 1 إلى 286 كده وسورة الناس، لا، إنما نزلت السورة مفرقة تبع الأحداث. ثم يأتي جبريل ليقول للرسول صلى الله عليه وسلم ضع هذه الآيات بعد الآيات الفلانية. ثم في آخر رمضان راجع جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين بهذا الترتيب، فهو ترتيب توقيفي. يعني إذا كانت سورة العلق اقرأ، ثم المزمل، ثم المدثر، ثم القلم، ثم نون، ثم تتالي السور الى ان نزلت اخر السور اما سوره النصر او اليوم اكملت لكم دينكم. ورتب القران هذا الترتيب: الفاتحه، البقره، ال عمران، ثم في نهايه المصحف الاخلاص، الفلق، الناس. هذا ترتيب توقيفي لا دخل لبشر به، وهذه لها عله كبيره ربما افردنا لها دروسا من قبل، وربما نعطي لها لمحه في درس خاص ان شاء الله. لماذا هذا الترتيب؟ طيب، السؤال الذي يليه: حكم النظر الى المعلمه في المدرسه. شوف، هذا هو العرض. ايه المرض؟ ان المعلم يعلم الطلاب والمعلمه تعلم الطالبات. المعلم يعلم التلاميذ والمعلمة تعلم التلميذات. أما معلمة تقف أمام شباب في داخلين على 20 سنة ولا في الجامعة عبروا 20 وتعلمه وتلبس يعني زيا معينا، وإذا أطرق الولد في كتابه حياء ربما نهرته أنه يجب أن ينظر إليها لأنها هي المعلمة. حقيقة نحن ندخل أبناءنا في فتن عجيبة. نحن إذا ظلت الأمة تبحث عن علاج العرض ولم تبحث عن جذور المرض، سوف تظل الأمة مريضة بقولا واحدا. يعني ما هتقول لي اختلاط مش اختلاط، الكلام ده هذه من الأعراض التي رضينا بها، وإذا رضي الإنسان بالأقل خلاص لا يسمو إلى سمو المعاني الكبيرة التي جاء بها الإسلام. حكم نقض الوضوء أثناء العمرة، وماذا لو أقام المؤذن الصلاة وأنا ما زلت في الصفا والمروة؟ ده سؤالين. أنا بالطواف وفي الشوط الثالث مثلا نقض الوضوء، فورا أتوقف، أروح أتوضأ وأعيد هذا الشوط، لأن لابد من شروط العمرة الطهارة وأكون على وضوء، فالجمهور يعني يقول هذا. يبقى أروح أتوضأ وأرجع أكمل. خلاص، أنا بسعى بين الصفا والمروة، أذن المؤذن وأقام الصلاة، أقف أتوقف لأصلي ثم أكمل طوافي كما أنا، سعي كما أنا إن شاء الله. وهكذا أيضا في الطواف. حكم من تزوج وقلبه مع غير زوجته. والله يا ابني، نسأل الله سبحانه أن يؤدم بينكما وأن يسكن قلبك المودة لها والمحبة، ولكن إن شاء الله لا يزر عليك طالما أنك لم تتعدى الحدود، ولكن اسعد بما قسم الله لك ولا تفكر في المفقود، وانظر إلى نعمة الموجود، وإلا يعني شعرت بالنكد في الموجود وعدم الحصول على المفقود. طيب، ذكرت سابقا أنه لا يجوز فتح قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لماذا لا نفتحه للتأكد من أنه بداخله؟ أولا، نبش القبور في الإسلام حرام، فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر وهذا يحرم ولا يجب أن يفكر الإنسان فيه. وبعدين إحنا يعني نوقن أن هذا هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة قد دفنوه في هذا المكان، لأن الأنبياء عندما يموتون
لا يحمل على الاكتاف، وانما يدفن النبي حيثما في المكان الذي مات فيه. وهذا هو بيت عائشه الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبيوت نساء النبي الذي دفن فيه، ودفن بجوار صاحباه ابو بكر وعمر رضي الله عنهما وارضاهم. فالقضيه ان هذا يجب الا يجول بذهنك. احنا مش شيوعيه تشوف انت جسم لينين وستالين لا، هذا كلام غير وارد في الاسلام. ما هو التصرف الصحيح اذا وجدت رجلا يهين زوجته في الاماكن العامه؟ هو ليس رجلا الاول، هو ذكر خلاص، وذكر متهور واهبل وما ترباش ولم يجد لا اب ولا ام، اكيد ام من نوع العاهات واب اهبل زيه. ان يهين زوجته في المكان العام ده انسان خيركم لاهله. هو المصيبه ان اذا ذكرت له النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. تحب الرسول؟ احب الرسول. طب الرسول كان بيتحمل زوجاته، وانت تهينها في المكان العام؟ لا تهينها لا في المكان العام ولا في المكان الخاص. يعني لا يهينهن الا لئيم. فهذا الذكر لئيم ومش متربي. وبعدين انت لك حدود. صحيح احنا امه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لو تدخلت قد يحدث على النهي عن المنكر منكر اشد. فاذا لم يحدث وتحسب انه لن يترتب على هذا منكر اشد، عليك ان يعني تعظ بالمعروف وتدعي له بالهدايه ان شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى اما ان يصبرها عليه او يخلصها منه ومن امثاله. ما هي اهم الاسئله التي يجب طرحها قبل الزواج؟ والله حلو السؤال. اولا هم هيكذبوا عليك، تمام؟ ده في الاول يعني، بس عشان ما تزعلش يعني دي مرحله الكذب الجميل، الكذب المنمق. يعني واخد بالك؟ اسال، يعني انت تسال عنهم وتسال منهم. سال عنهم يعني العائله مشهوره بالصلاح والتقوى والادب والحفاظ على الحقوق والصدق والى اخره. وبعدين اسال منهم شخصيا، يعني البنت الحمد لله مواظبه على الصلاه او تنكر ما هو معلوم من الدين بالضروره، وان رايها في الحجاب ان هي هتشتغل ولا هتبقى ست محترمه وتقعد في البيت، وطالما ان في يعني الرجل ينفق عليه، لان الست المرأة التي لا تجد عائلا محترمة أيضا لأنها اضطرت للعمل، لأنه من الواجب كان يعولها عائل. إن لم تجد عائلا فالدولة تعولها، لكن لا الدولة ولا حد ما يعني هتموت جوعا، فدي ضرورة. أما اسأل مثل هذه الأسئلة عشان تبقى الأمور واضحة إن شاء الله رب العالمين. وربنا سبحانه وتعالى يعني ممكن نضع قائمة بالأسئلة الاستبيان الذي تصنعه وتحصل على الإجابات، نعم، لكن هل هي حقيقية؟ هذا هو الأمر. متى آخذ حقي ومتى أسكت وأسامح؟ والله أنت لك الخيار، إما عدل وإما فضل. العدل أن تأخذ حقك بالوسائل المشروعة وبالذوق وبالأدب وبالتدخل الكبار، فإن لم تستطع فعليك أن تلجأ إلى القضاء أو إلى الكبار الذين في العائلات أو في الأسر يعني. أما أن تسامح وأنت قادر على أن تعفو، هذا أمر كبير. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذا وجدت أن هذا العفو يعني هو الله يجرك عليه، فورا هتعفو إن شاء الله بإذن الله، عشان من عفا يعفو الله عنه. متى أعلم أن المتسول بالفعل فقير ومحتاج؟ هو كاتب الشحات يعني، المتسول عشان تبقى باللغة العربية أفضل. متى أعلم أن المتسول بالفعل فقير ومحتاج؟ أما أنه يعمل مع عصابة. يا الله، مرة واحدة عصابة. هو الإسلام يعطي فقير الحاجة لا فقير الاحتراف. ما فيش في الإسلام فقير محترف يعني طول عمره يتسول، لا هذا لا يعطى، لأنه قادر على العمل. إذا كان عاجز ضعيف لا يستطيع، مريض عنده أطراف ناقصة لا يستطيع أن يعمل، عقله فيه أقل هذا محتاج. أما فقير محترف ما فيش احتراف في الفقر. أما برضه ما فيش فقر هواية، ما فيش واحد أصله هواية واحتراف بمناسبة الكرة، لا، ما فيش فقر هاوي فقر، لا. أما الإنسان يعني إذا رأيته كل يوم يقف في إشارة معينة، لا ده موزعين نفسه، هذا لا يعطى، وبالذات لما يكون صحيح البدن أو صحيحة البدن.
يعني قلت لكم من قبل عن المرأة التي كانت تقف قريبا من المسجد في منطقة الدقي في القاهرة في السبعينات والثمانينات، كانت تحمل على كتفها طفلا وتتسول به في الإشارة، وظل هذا الطفل على كتفها من سنة 72 لسنة 94، يعني 22 سنة توقف نمو الطفل. هي طبعا يستبدل يعني، لكن يعني أذكر هذه الحادثة يعني. متى أقول إنني أصبحت قاطعة للرحم؟ هل هناك فترة زمنية؟ طبعا. لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. يعني لي أخ أو أخت قال رأيا ما أعجبني، تصرف أنا شكيت فيه ووصل اليقين أنه كلامه غلط أو إلى آخره، أقاطعه يوم 2 3، من اليوم الرابع أبشرك تقريبا الملائكة لن تكتب لك ثوابا طالما أنت قاطع رحم، وصلاتك لا ترتفع فوق رأسك شبرا. قاطع رحم هنا تسمى قاطع رحم. أما زوج وزوجة يقول 6 أشهر ما يكلموش بعض تحت سقف واحد، طب ما الطلاق عملوه ليه؟ ده مخرج الطوارئ. أنجو سعد فقد هلك سعيد. أنت كده تروح داهية. هل الشياطين أو الملائكة قادرين على قراءة أفكاري؟ لا، الخواطر لا يعرفها والنوايا لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى، سواء إخلاص أو عدم إخلاص. الله وحده سبحانه العليم الخبير. أما الشياطين والملائكة لا تعلم، لهم ظاهر العمل. ولا حتى الخشوع في الصلاة؟ لا، ولا الخشوع في الصلاة، هذا أمر بينك وبين الله. نعم. أما إزاي الشيطان بيعرف؟ لا، هو مش يعرف، هو يشوش عليك، زي واحد بيعمل لك إرسال انت بس تقرأ القرآن ويعمل لك موسيقى عشان يشوش عليك، ده التشويش. لكن هل يعرف قضية الخشوع درجتها؟ لا. يا شيخ، هل يجوز المزاح بألفاظ سيئة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يعني شخص يقول للشخص تاني انا كذا وما شابه، لا اولا لا يعني انا طبعا لم انطق باللفظ انه فعلا فاحش، فالمؤمن ليس بفاحش ولا بذيء ولا صخاب في الاسواق، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس الاثنين موافقين على الجو ده؟ لا، ما يوافقوا على شرب الخمر يبقى الخمر حلال، يوافقوا على الرشوه يبقى الرشوه حلال، يوافقوا على ان يعدوا الحدود يسرقوا فلان يبقى السرقه حلال، لا، يوافقوا فيما يوافق الشرع. اما يوافقوا هم ده على القهوه ان شاء الله لما يشربوا الشاي، لا ما ينفعش طبعا. هذا والله اعلم. هذه كل الاسئله التي وردت نعم الينا، وبارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. لا تنسون من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.